انا دلوقتي خاطب، تمام، وخطيبتي قالت لي تمام ما تخليش ابوك يقعد معانا في الشقه، وانا الصراحه بحبها، وابويا الصراحه بقت رجله للقبر، فانا وديته دار مسنين، فعايزه يخف بقى عن نافوخي، فانت هتبعته تقول له ان اصلا ابنك مش موجود، ينفع تساعدني؟ اساعدك يا ابني، بس انت ترضى تودي ابوك دار المسنين بعد ما كبرك وتعب عليك وشقى عليك، يجي مراتك خطيبتك تقول لك ودي ابوك دار المسنين، ما انت ما افتكرتوش يوم حلو في يوم من الايام شالك جالك شويه سخونيه وجرى في المستشفيات وسهر عليك ليالي، وتيجي مراتك عشان بس هتاخدك بس. ده الاب والام مالكش بركه الا ابوك وامك، هم دول اللي طابوا عليك، وانت عشان كبرت وقفت على رجلك عاوز ترضي ابوك، ده ابوك مهما كان. يا حاج انا يا حاج شاب وعايز اتجوز يا حاج، ومش عايز ابقى في حياتي،